أكلات عكاوية ما كنتوش تعرفوها من قبل. مرحبا بيتنا، أنا عرين أبو حميد كردي من عكا، من المعروف بالأكل العكاوي الشامي. أنا كبرت كل حياتي بين أمي وأبوي، بالنسبة إلي هو هذا بيتي. تعلمت كل الوظائف اللي بالمطعم. أكتر إشي حبيت هو الطبيخ. الأكل العكاوي هو تابع للمطبخ الشامي. المطبخ الشامي هو بر الشام. أهم شيء المريول، ربطنا الشعرات، هسه نحط طاقية. يلا على المطبخ. شو بدنا نعمل اليوم؟ تريدي؟ اه ونساوي الحمص بسمنة اه والفول الأخضر بطحين. هيك. أيوة. ايوه هسه خدي لك معلقتين حمص من هون. هيك كبار واحدة. كبار. اه وحدة كمان نص. نص هيك. ايوه اكرمي اكرمي، هو مبني على البهارات هذا. ما نحرقش الكاميرا لأنه عندي صوابع. هذا صعب نوصله للناس الريحه. هذا هو ابوي الله يرحمه، بالنسبه لي هو اللي عرفني على الاكل وحببني بالاكل. بيفتح نفس اللي حواليه على الاكل، بتصير يعني غصب عنك بدك تاكلي لانه هالقد يعني مبسوطه. ايش هالقد هو مبسوط. كان دائما يعني يقول لي عرين هذا اللي راح تتذكريه بالاخر. المحلات اللي اكلنا فيها الاشياء اللي اكلنا نحط كمان عليه شويه ملح، يا شوي يعني فانه هسه بدنا نحط نتفه من مرقه الحمص. نتفه صغيره مش كثير، عشان يعني شوي هيك مرطبين. ايوه خذي حركيهن. حمص خلص السمنة. مش ملون. بدنا نجيب اللبن. هاي أيوة. اللبن شويه تومه. مم. هسه حركيه كله. شو أول أكلة طبختيها؟ بفكر الرز. لا لما عملت الرز خلص كملت. حطي يلا. واو. واو. هسه كيف تاكليها؟ كتير. من تحت هيك لفوق يطلعوا كل الطبقات. هاي المنتوجات اللي عملتيها، يعطيك العافيه انت بريد. العافية، يسلم ايديكي. وبتعرفي تقلبي؟ طبعا. يلا. بسم الله. واحد اثنين. أنا على بخبط بإيدي. واحد اثنين. اوبا. بس على الأكل يعطيك العافيه. خلاص هسه بتقدري ترجعي لشكلك الحقيقي. انا لازم مع انه اضيفك حسب انا اللي بس أنا اللي طبخت. العادات والتقاليد افكرها عندنا كلنا العرب انه اللي بيعزم هو اللي بده يضيف وبضلك تفضلي انت بتقعدي اخر مش عن جد وحده. بتاكلي لا لأنه بضلك تضيفي. ومن ريحه اصلا الطبيخ بتقعديش قادره. يلا نجرب الصيادية. يلا هسه كيف الصياديه. طيبه كثير. اسمعي البهارات كثير زاكية. طعمة السمك هيك ما حسيتهاش كثير دسمة، بالضبط. حسيتها ظابطة مع الرز وظابطة مع البهار. كثير زاكية. والفول بعد عندك تعبتي بالهاي بدك تدوقيه كله هسه. يلا ابعت الفيديو لصاحبك اللي بحب بطنه واعزمه على اكلي بعكا.